يا شماتة أبلطازة فيا يا فرحة ما تمت يا ياسمين. قلتي راح تعملي عمرة يا اختي والعين صابتك ورب العرش نجاكي. ربنا يسترها معاكي يا بت، تقومي بألف سلامة يا بت وتسافري. الله، هي حامل ولا ايه؟ يكونش فالحلو، الله المستعان. نقول السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا كويسين وحلوين وبخير، امين يا رب العالمين. نخش على الفيديو النهارده. ياسمين جاد القنوات نازله سلخ فيها، الناس شمتانه، الناس اللي يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار ومش عارف ايه والكلام ده كله. جبتوا الكلام ده منين يا جماعه؟ البنت قالت انها مسافره عمره بالسلامه وربنا ما اذنش، لسه الميعاد. لا 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 لا، روحي شوفي بقى عنوان الحاجه ام مضني في الفيديو بتاع المشتريات. فيديو المشتريات كاتبه عليه يا فرحه ما تمت. طب ليه كده؟ طب ما هو ممكن ما يكونش قصدها. لا، القنوات الشمال بقى تقول لك ايه، لا ده كده ليه كده، ليه كده تقولي كده يا مضني؟ فالله اعلم، الست ممكن تكون كاتبه عادي، تعليق عادي جدا، ما فيش اي مشاكل. وهي فرحه هتتم ان شاء الله باذن الله. ياسمين هتسافر بالسلامه وهتروح ان شاء الله باذن الله العمره، ولكن كل شيء بوقته. يعني مش معنى ان لسه ربنا ما كرمش ان خلاص بقى نوقف الدنيا. لا، الست عملت شنطها وحضرتها. ولكن يا ياسمينة، ما عجبنيش الكمية الهدوم اللي انت خدتيها. اولا انت هناك كفاية عليكي عبايتين خروج، عباية تحرمي بيها وتعملي بيها العمرة وممكن تنزلي تصلي بيها عادي، وعباية تانية مع إسدال بس، وطقمين داخلي هدوم اللي انت بتلبسيها اللي هتقعدي بيها في البيت او في الفندق وخلاص، وشبشب، والكوتشي اللي انت بتروحي بيه الشبشب يكون طري كده، عشان هو ده اللي هيخليكي تروحي وتتحركي هناك براحتك. ولكن الشنطتين الكبار وهدوم لسليم، طب سليم كفاية غيارين، ما تزوديش على نفسك. يعني احنا لما بنروح مصيف اللي هو اسمه مصيف، بناخده مثلا 3 أطقم لكل عيل. خروج بيت داخلي باللي هو لابسه، يعني هما 2 في الشنطة وهو لابس طقم خروج مع طقمين بيت عشان ما تقليش على نفسك. اشحال العمرة واخده معاكي مصلية كبيرة عاملة زي اللحاف اللي بتغرز. ليه حبيبتي؟ ده انت هناك تروحي تصلي على الحرم، ارض الحرم، يا اما السجاد اللي موجود هناك، يا اما على حوالين الكعبة. ربنا يكتبها لكم يا جماعة. أنا لما رحت وباجي أصلي الدنيا بتبقى حر نار، أجي أنزل على الأرض أحس إن في حد الأرض والرخام بيطلع لي مية ساقعة كده، أو يعني هوا ساقع، بيبقى حاطين تكييفات فيها أو حاجة، الله أعلم، أو دي حاجة قدرة عند ربنا. فحبيبتي يعني مصليات، انتي كحتي دماغك هناك ومرمغي وشك في أرض الحرم. ربنا يتقبل يا رب العالمين. أم ضني ولا قصدها إنها فرحانة فيها ولا الكلام الهبل ده، ولكن كله بميعاد يا ياسمينة. ربنا يا رب حبيبتي يعجلك بالخير ويكتبها لنا ويكتبها لكل مشتاق يا رب العمرة، يروح يعمل عمرة ويعيش حياته ويعمل اللي هو عايزه، امين يا رب العالمين. نخش بعد كده على آلاء ومحمد. الناس كتير قايلين لك لا ده هم خفت، ده هي خفة، ده هم بيشتغلونا، ده هم راحوا دبي وهربوا، او مش عارفة قعدوا هناك، او سابوا مصر وداعا يا مصر ومش عارف ايه. ده الدكتور قال لهم انتوا هتقعدوا معانا حبة. يقول ولا ما يقولش سابوا مصر ما سابوش مصر، خفت ما خفتش، احنا نقوله يا رب تكوني كويسة. ولكن حوارات بتحب الجدال، حوارات بتحب تعمل حكايات وروايات ومش عارف ايه، هتعمل اللي تعمله، المهم ان البنت تخف. كل اللي طالبينه من ربنا ان آلاء ربنا يكرمها وتقوم بألف ألف 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 سلامة، يعفي عنها ويكرمها ويصلح لها حالها، امين يا رب العالمين. فايا كان بقى، انا شايفه ان عينين آلاء اتظبطت بصراحه. يعني انا شايفه عينين آلاء الحمد لله، حاسه انها اتظبطت عن الاول، مفيش عين عاليه مفيش عين واطيه، الدنيا معاها احسن بكتير. ولكن ربنا ليه وقت يتمم الشفاء الكامل، يا اما يأخر شويه. دي حاجه بتاعت ربنا يا جماعه. ما نحاولش ان احنا نجادل ونتكلم وخلاص ونقعد نهري ونقول ان هي من شهر 8 مسافره وزمانها خفت بالها شهرين اهي. يعني هم بيصوروا فيديوهات من شهرين وبينزلوها بعد شهرين. ايه الملل ده يا جماعه؟ يعني لا استحاله، يعني هي فعلا لسه البنت مسافره وربنا يا رب يشفيها، امين يا رب العالمين. عجبني قوي انها اتصالحت مع نهال، بس كان واضح ان هم فعلا في مشاكل بينهم. اتمنى ان هم يعني ده عيال بقى لسه صغننين، لما هيكبروا هيعرفوا ان هم بيعملوه ده ملوش اي 30 لازمه. ربنا يا رب يشفيها ويقومها بألف سلامة
ويقومها لبنتها. نصيحتي ما تطلعوش بنتكم كتير يا آلاء، مش عشان المشاهدات، بسم الله ما شاء الله، وبتقولي بتقشط وبترجع، عشان انتي بترضعيها كتير، مش عشان هي جعانة. انتي لما بتلاقيها بتعيط بتفتكري ان هي عايزة تاكل، فبتدبي الببرونة في بقها وخلاص. ده اكبر غلط، لان البنت بسم الله ما شاء الله منفوخة، مش منفوخة تخن، منفوخة اللبن الصناعي ده بينفخ جامد على الفاضي. كانت بتسأل ادخل الاكل ولا لا. رأيي تدخلي الاكل، بدل 4 شهور بالسلامة حبيبتي، دخلي الاكل، وربنا المستعان على كل شيء ويخليها لك ويقويكي عليها يا حبيبتي ان شاء الله باذن الله. نخش على ام جنى. رشوا الملح على ام جنى. مازن يقوم لها بالف سلامه، امين يا رب العالمين. مازن الصغنن مش مازن الكبير. الناس قلبت على ام جنى بطريقه جامده جدا جدا. انت ازاي تصوري نفسك وانت لابسه القميص بتاع الولاده، او اللي هو الجالون بتاع الولاده، او الحاجه ديت. اولا الست يا جماعه كانت واقفه، وناس كتير، ليه كل قنوات النقد اتكلمت على الموضوع دوت. انا بقول لكم بص، انا ده اللي انا حاساه. ام جنى يوتيوبر، وهي دماغها على قدها، وهي طبعا زي اليوتيوبر الباقيين اللي بيروحوا يصوروا نفسهم. ما في يوتيوبر كتير قوي بيصوروا بيلبسوا حاجة فوق روب، فوق الجالون ده او حاجة، بس هي لابسة واحد خلف خلاف وحاطة ايديها على صدرها. ليه قناة من القنوات اتضايقت قوي ان ام جنى دخلت شالت لها الفيديو بتاعها وعملت لها مخالفة؟ عشان كانت كاتبة تفاصيل من جسمها في العنوان. يعني كانت القناة دي كتبت تفصيلة معينة في جسم ام جنى، فدخلت مسحت الفيديو، فالدنيا قامت ما قعدتش. ام جنى انت غلطانه ماشي، بس انا شايفه برضو انها مش قصدها انها تثير غرائز، ولا قصدها ان هي تبيع جسمها علشان خاطر الدولار يا بيه، ولا احنا بتوع الترند يا بيه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. هي الست كل ما فيها انها فرحانه انها رايحه تولد، فواقفه بتتصور. اللي كان بيصورها ما كانش لازق في جسمها، كان بيصورها من بعيد. لما لقت ان هي لازم تشيل ايديها من على صدرها، حطت ايموشن. ايه لازمه الايموشن؟ ايه لازمه المش عارف ايه؟ سيبوا الخلق للخالق. وحتى لو انا شفت، يعني حتى لو انا شفت في ام جنى انها عملت الحاجه ديت عيب وغلط وما ينفعش ومش اصول، ولكن هقول ايه؟ هقول معلش مش مشكله، ما اتكلمش، ما لفتش نظر الناس، عشان الناس ما تخشش وتقول لك ايه ده نشوف صدر ام جنى، ايه ده نشوف جسم وهي الست ولا باين منها اي حاجه. يعني بجد انا قعدت اركز، مش فيش حاجه اداري يا جماعه. انتي بتعملي فيديو علشان تفضحي واحده. طب واحده عملت حاجه، ستوري عليها، ستوري. ده هما بيقولوا لك واذا بوليتم فاستتروا، ربنا بيقول لك واذا بوليتم فاستتروا. اشحال لما انا افضح واحده خلاص والله تخش لها على الخاص، خلي بالك يا ام جنى ما تعمليش كذا 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 كذا. الله المستعان. القنوات ديت هي اللي بيجي لها مشاهدات، هي اللي بيجي لها دولارات، هي اللي بتعيش حياتها زي الفل. ولكن واحده لما تتكلم في الحق وتقول لك يا جماعه عيب ويا جماعه ما ينفعش، لا عادي بقى خلاص مفيش مشكله. فالله المستعان، ربنا يهدي لهم حالهم، امين يا رب العالمين ويهديهم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. يلا سلام.